السلام عليكم ورحمة الله. كباب الحلة. كباب الحلة قطع حمراء بتاخد صدمة، فلازم لما نكون هنقطع كباب حلة ما يتقطعش من قطعة خشنة في الأصل، لازم تكون ناعمة. يعني صباع السمانة، الكولاطة، قطعة البوت بتاعت سمانة الكتف بتبقى ناعمة برضو وجميلة. بتتقطع كويس، بتقطع عكس النسيلة بقطع يعني متوسطة 2 سنتي في 2 سنتي أكبر حاجة. أكبر من كده طبعا هتبقى خضار مش هتبقى ظريفة. بنقطعها زي ما انتوا شايفين كده تقطيع متساوي عشان كلها تستوي مع بعض. كباب الحلة من القطع الأكلات الجميلة جدا، لكن المشكلة في تقطيعها من قطع حمراء بس. يعني بعض الجزارين بيقطعوها من ظهر الفخدة أو من حتت خشنة فما بتبقاش ظريفة والناس بتشتكي منها. القطع اللي قلنا عليها دي هي لو انت عايز كباب حلة قول للجزار عليها. من الطرق الظريفة اللي ممكن نعمل بيها كباب الحلة بعد ما ياخد الصدمة غير الطرق التقليدية بتاعتنا، بنجهز له صوص كده ظريف. معلقتين سكر في 3 قوالب زبدة، او معلقه واحده كفايه سكر بني في 3 قوالب زبده، وبندوبها شويه على نار هاديه. بعد ما بندوبها بننزل عليها بكريمه لباني. كريمه لباني، ولو في قطعه قشطه بتبقى ممتازه قوي. وبنقلب واحده واحده لحد ما يبقى الصوص ليه قوام. لو بنحب بقى روزماري او زعتر بسيط يتحط عليها على الوش، مع سنه توم باودر خفيفه جدا. الطعم ده هيبقى مميز جدا، وممكن لو حضراتكم بتجربوا المطاعم الكبيرة هتلاقوا نفس الطعم لما بتطلب نفس الطلب مع الصوص الأبيض.